السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية جدا ولذيذة جدا وسريعة قوي لو انتي مستعجلة. هنعمل مع بعض المكرونة بالعصاج. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي بفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. مقادير الأكلة البسيطة اللذيذة دي: معايا ربع كيلو من اللحمة المفروم، بس أنا هنا معايا أزيد شوية يعني حوالي 300 جرام، لكن في الغالب أنا بعمل ربع كيلو بس. ومعايا بصلة كبيرة مفرومة، ومعايا البهارات بتاعتي ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل نص معلقة من كل حاجة، وكيس مكرونة 400 جرام اسباجيتي. يلا بينا نبدأ الطريقة. في البداية أنا حاطة مية على النار تغلي عشان نسلق فيها المكرونة، وهنزل فيها معلقة كبيرة ملح وأقلبها وانزل عليها المكرونة واديها تقليبة كده من وقت للتاني عشان ما تلزقش في بعضها وما تلزقش في الحلة، وما غطيش الحلة عشان ما تفرش وتنزل ميتها. واسيبها حوالي 10 دقايق لما تستوي. هاجي بقى بالنسبة للعصاج، هحط اللحمة على البصل على البهارات زي ما انت شايفة كده كله على بعضه، وعلى النار في طاسة بدون اي مادة دهنية. ده عصاج سريع كده، واقلبها اقلب فيها لحد ما تاخد لون السوا عشان تتفكك من بعضها. خلاص كده انا قلبتها واخدت لون السوا اهي. اغطيها واسيبها تستوي. وادي العصاج بتاعي اهو استوى. والمكرونة كمان سلقتها وصفتها من ميتها وشطفتها. هاجي بقى اعمل دلوقتي الصلصة بتاعت المكرونة. هنزل شوية زيت، طبعا زيت نباتي عباد شمس، وبصلة مفرومة. هقلب البصلة في الزيت لما تاخد لون ذهبي، وانزل عليها كمية من عصير الطماطم، طبعا الطماطم تكون حمرة كده، وملح وفلفل، واقلب واسيبها تتسبك. وادي الصلصة بتاعتي اهي اتسبكت. هاخد منها كده معلقتين 3 واحطهم على العصاج بتاعي، لان العصاج ما حطيتلوش اي طماطم ولا معجون طماطم ولا حاجه. واحنا اتفقنا طبعا ان دي اكله اقتصاديه وسريعه، فانا باخد من صلصه المكرونه حوالي 3 معالق كده واحطهم على العصاج واقلبهم كده في بعض. هتديها لون حلو، تديها طعم برضو. واجيب المكرونه انزلها في الصلصه، واقلبها كويس عشان كلها تاخد اللون الاحمر الجميل ده. كده انا اعتبر خلصت الاكله بتاعتي. شوفي قد ايه سريعه وقد ايه مش مكلفه. خلصنا العصاج وخلصنا المكرونه.
هاجي بقى اغرف الطبق بتاعي. هو كل واحد طبق كده جنبيه طبق سلطة او جنبيه مخلل، وخلاص كده الاكل خلص. شوفي لونها احمر ازاي وحلو. تغرفي المكرونة كده الاول، وعلى وشه تنزلي العصاج. طبق كامل متكامل كده واحد، ولذيذ جدا وهيعجب اولادك جدا وسريع. يلا جربي الطبق الاقتصادي اللذيذ ده، ان شاء الله هيعجبك. لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا اصحابكم الفيديو. وبالهنا والشفا.